الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الإريتريين والأثيوبيين في الخرطوم يعبرون عن تأييدهم لعملية السلام. سمينار لمنتسبي الدفعة الثانية والثلاثين للخدمة الوطنية. جهود منسقة للسيطرة على الملاريا في مديرية ملكي. اتفاق سلام نهائي بين حكومة جنوب السودان والمتمردين. الرئيس الفنزويلا وعد الضالعين في محاولة اغتياله. وقتل في زلزال ضرب جزيرة سياحية بإندونيسيا. مرحبا بكم. عبر الإريتريين والأثيوبيين المقيمون في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها عن تأييدهم لعملية السلام والصداقة الموقعة في 9 يوليو المنصرم في العاصمة أسمرة بين إريتريا وأثيوبيا، والتي تفتح بابا لإحلال السلم والتعاون المشترك والازدهار. وقد عبروا عن تأييدهم بتنظيم مسيرة شعبية حاشدة. وأشار التقرير الوارد من هناك بأن جاليتي إريتريا وأثيوبيا نظمتا في الثالث من أغسطس الجاري المسيرة التي شارك فيها الآلاف من مواطني البلدين حاملين شعارات وأعلام البلدين ومؤكدين جاهزيتهم للقيام بكل ما يطلب منهم لإنجاح اللقاء التاريخي بين فخامة الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وذلك لتطبيع عملية السلام والصداقة بين البلدين. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في السودان السيد إبراهيم إدريس إن الاتفاق يهيئ أرضية صلبة للشعبين من أجل تعويض الخسارة الزمنية والفرص المهدرة للجانبين بجهود المشتركة والتكاتف وعدم الالتفات إلى الوراء، مشيرا إلى أن تعزيز وتقوية هذه الأرضية المهيئة يتطلب دور كافة المواطنين. ومن جانبه ذكر القائم بأعمال سفارة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية سيد أمسالو هاتي بأن الاتفاق الذي توصل إليه الزعيمان دون طرف ثالث سيحقق الحل المستدام، موضحا بأن المسيرة التأييدية التي نظمها الإريتريين والأثيوبيين المقيمون في الخرطوم وضواحيها للتعبير عن تأييدهم لعملية السلام والتعاون الأخوي تعكس مدى رغبتهم وإرادتهم للسلام. كما سلمت جاليتا إريتريا وأثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم وضواحيها رسائل نصية للقائمين بأعمال السفارتين الإريترية والأثيوبية في السودان تتضمن الرسائل تأييدهم لعملية السلام والمصالحة الجارية بين البلدين. عقد قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي سمينارا لمنتسبي الدفعة الثانية والثلاثين للخدمة الوطنية الذين ذهبوا إلى ساوا في الأسبوع المنصرم لأداء واجبهم الوطني وإكمال تعليمهم الأكاديمي في الصف الثاني عشر. وتحدث العقيد دبساي في السمينار الذي عقده في 4 من أغسطس الجاري بتوسع حول دور ساوا الأكاديمي والمهني لتعزيز الكفاءة الشبابية وتنشئة القيم الوطنية وبناء الشباب ذهنيا وجسديا والرؤى الوطنية والحياة الاجتماعية، موضحا الدور الرائد الذي لعبته ساوا خلال 23 عاما مضت في هذا الجانب وكذلك في مجال تطور الاستثمار التنموي والتصدي. وقال العقيد دبساي إن كل جيل يمر عبر مرحلة تاريخية خاصة به، مناشدا الجيل الذي يتواجد في ساوا في مرحلة السلام لتعزيز معرفته ووعيه لتنفيذ رؤية الاستثمار التنموي بفعالية والعمل لتأكيد مستقبل مشرق. وأكد المشاركون جاهزيتهم للعمل بالتفاني ودون هوادة مستفيدين من معارفهم لخدمة شعبهم ووطنهم. أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرنا بأن مديرية ملكي ظلت تشهد جهود أهلية منسقة للسيطرة على الأمراض التي تظهر في موسم الخريف وخاصة مرض الملاريا. وأشار مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الشاب سلمون تسفاي إلى أن المواطنين يقومون بتنظيم أنشطة نفيرية في مناطقهم للحد من العوامل المؤدية للإصابة بالملاريا، حيث ظلت تحقق نتائج جيدة. من جانبه قال القائد بالصحة البيئية الشاب مبرهتو ألمايو إن المركز الصحي يقوم بعملية رش المبيدات الحشرية ضد البعوض إلى جانب الأنشطة النفيرية المنتظمة بواسطة السكان.
تبرع الشباب العاملون في المؤسسات الحكومية بالإقليم الجنوبي ب12,000 نقفة بمبادرة ذاتية حيث تم تقديمها ل12 أسر شهيد محتاجة. وفي مراسم التسليم التي نظمت في الثاني من أغسطس الجاري أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمة نجوسي أن المبادرة الذاتية التي قام بها الشباب لمساعدة أسر الشهداء حسب إمكانياتهم تبرز مدى تقديرهم للشهداء الأبرار. ودعت أسر الشهداء التي شكرت الشباب على الذين قدموا لها الدعم دعت لمواصلة جهود تنفيذ وصية الشهداء. أعلن مسؤول الطاقة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد آدم أن صيانة خطوط الطاقة الكهربائية إلى مصدر مياه مدينة أفعبت أدى لحل مشكلة مياه الشرب. وأشار السيد أحمد آدم إلى أن خط الكهرباء كان يستخدم أيضا للاستهلاك المنزلي مما أدى لضعف التيار الكهربائي حيث تم حل الإشكالية بفرز الخطين. بالإضافة لذلك تم صيانة بئرين يعملان بالطاقة الشمسية. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. وقع رئيس جنوب السودان سيلفا كير ورئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة، وأشادا بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في أحدث دولة في العالم. وقال كير أدعو الجميع بصفة زعيم جنوب السودان إلى أن يكون هذا الاتفاق الذي وقعناه نهاية للحرب والصراع في بلادنا. أما رياك مشار نائب كير السابق وزعيم المتمردين فقال عقب التوقيع: نحتفل ليس في جنوب السودان فحسب وإنما في العالم أجمع بتوقيع الاتفاق. وأوضح الصراع الذي قضته نزاعات شخصية وعرقية بحياة عشرات الآلاف وشرد ما يقدر بربع سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليونا ودمر اقتصاده المعتمد بشدة على إنتاج النفط. وكان كير قد عبر سابقا عن اعتقاده بأن اتفاق السلام الجديد بين حكومته وجماعة المعارضة الرئيسية لن ينهار لأنهم لم يفرض عليهما مثل الاتفاقات السابقة. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن المطوردين في محاولة الاغتيال التي تعرض لها سيواجهون عقابا شديدا لا رحمة فيه. وتعرض الرئيس الفنزويلي لما قيل إنها محاولة اغتيال بطائرات دون طيار مفخخة بالعاصمة كاراكاس، وقد وقعت محاولة الاغتيال بينما كان مادورو يلقي خطابا أثناء احتفال عسكري. واتهم مادورو كولومبيا بالضلوع في هذه المحاولة لكنه لم يقدم أي أدلة لها، بينما نفت كولومبيا هذه الاتهامات قائلة إنه لا أساس لها. كما اتهمت الحكومة الفنزويلية المعارضة بتدبير الحادث، وهو ما يثير مخاوف كثيرين من حملة قمع حكومية جديدة ضد المعارضة. وجد عمال الإنقاذ حالة من الفوضى والدمار في أرجاء جزيرة بلومبوك الإندونيسية بعد زلزال قوته 6.9 درجات أدى لمقتل 91 شخصا على الأقل وتسبب في فرار السياح، وهو ثاني زلزال قوي يضرب الجزيرة خلال أسبوع. وتوقعت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ارتفاع عدد القتلى مع ورود معلومات من مناطق انهارت فيها آلاف المباني أو تضررت بشدة، خاصة عند مركز الزلزال في الشمال. وانقطعت الكهرباء والاتصالات في بعض المناطق في لومبوك، وقال الجيش إنه سيرسل سفينة تحمل مساعدات طبية ودعما لوجستيا للجزيرة. كما قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية إنها سجلت أكثر من 120 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال. وكانت قوة الزلزال كبيرة لدرجة أن الناس شعروا به في جزيرة بالي المجاورة، كما أدى لمقتل شخصين هناك حسب إفادات الوكالة.
نجحت الصين في تطوير واختبار طائرة حديثة أسرع من الصوت تعتمد بشكل رئيسي على موجات الصدمة التي تولدها أثناء الطيران. وذكرت أكاديمية الصين لعلوم الفضاء والديناميكا الهوائية أن اختبار الطيران للطائرة ستاري سكاي 2 وهي مركبة تجريبية راكبة لموجات الصدمة وأسرع من الصوت أجري بنجاح في ميدان اختبار شمال غربي الصين. وأشارت الأكاديمية إلى أن الطائرة أسرع من الصوت ويتميز جسمها بتصميم يأخذ شكل الوتد لتحسين الأداء والسرعة من خلال استخدام موجات الصدمة التي تولدها أثناء الطيران كقوة رافعة. ووصلت الطائرة خلال أول اختبار طيران لها إلى ارتفاع بلغ 30 كيلومترا ونفذت مناورات بزاوية كبيرة، كما اختبرت مجموعة من التكنولوجيات المتقدمة مثل نظام الحماية الحرارية للتوازن الحراري. مشاهدينا فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية. قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه تعاقد مع الجناح الجزائري رشيد غزال قادما من موناكو الفرنسي لمدة 4 سنوات دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة. ويشبه أسلوب اللاعب البالغ عمره 26 عاما ذلك الخاص بمواطنه رياض محرز الذي رحل إلى ليستر من ليستر إلى مانشستر سيتي الشهر الماضي. وسيجتمع غزال مرة أخرى مع الفرنسي كلود بويل مدرب ليستر والذي كان يتولى تدريب أولمبيك ليون عندما تخرج اللاعب الجزائري من أكاديميته. وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن غزال سيكلف بطل إنجلترا عام 2016 مبلغ 13 مليون دولار. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.